ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة وبأحسن حال. هنعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض طريقة الكبسة والفراخ الستريبس، وبتكون بسم الله ما شاء الله تحفة جدا جدا. اول حاجة احنا هنجيب الفراخ ستريبس من عند بتاع الفراخ، هي معروفة بتكون عاملة زي الصابع كده وبيكون فيها لحم شوية متكونش رفيعة، وهنحط عليها الخلطة اللي احنا متعودين بنعملها للبانيه، وهسيب لكم الرابط بتاعها. ونقلبها بقى كويس مع بعض شوية، ومعانا وقت نسيبها عادي هنسيبها شوية في الخلطة، مش معانا وقت نسيبها في الخلطة هنشتغل بيها على طول، يعني هنطلعها على طول نحطها في البقسماط المطحون وكده. طيب احنا عشان نديها طبقة آه، سميكة شوية، بنعمل ايه؟ انا هاخد حبة من الخلطة برضو واحط عليهم بضاية، وهعمل زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة هاخد قطعة من الفراخ اللي هي معانا، وبعدين هحطها اول حاجة في الدقيق، ومن الدقيق احطها في الدقيق، ده دقيق صافي بس ما فيهوش اي حاجة، يعني دقيق بس. ماشي، وبقى اشيلها من الدقيق احطها في الخلطة اللي هي فيها بيض. يعني اخدت اللي هو زي الناس ما بتعمل كده طبق بيكون لبن وبيض، بس دي خلطة وبيض. ماشي، احنا كده بنعمل طبقة سميكة، يعني بدل ما نحط على طول في البقسماط المطحون، وعادي انا كتير بحط الفراخ البانيه في البقسماط المطحون، بس النهاردة عشان الاستريبس يعني نعمل لها طبقة قرمشة حلوة يعني، فاحنا هنعمل الخطوات كده. تمام، يبقى احنا هناخد البانيه نحطه في الدقيق، ومن الدقيق على الخلطة بالبيض، ومن الخلطة بالبيض على البقسماط المطحون، او ممكن اللي عايز من البانيه على البقسماط المطحون على طول مفيش مشكلة، ومن غير بيض لو ضغط عليها كويس برضو حلو مفيش مشكلة. ما توقفوش نفسكم على حاجة، بس احنا ليه قاصدين ان احنا نحطها مرتين، نعملها زي طبقتين ليه؟ علشان تبقى مقرمشة جامد، ويكون فيها القشرة الخارجية ديت ماسكة نفسها شوية وكتيرة يعني. وبعد ما نخلصها الكمية بتاعتنا كلها، هنبتدي بقى ان احنا نحمرها او نقليها في الزيت، ونخلي بالنا ان احنا نطلع لونها جميل حلو ذهبي مش محروق، بحيث برضو ان احنا واحنا بناكل تكون الحاجة مفيدة وفي نفس الوقت مبسوطين بيها. وبعدين هنعمل الكبسة. الكبسة سهلة خالص، واحسن حاجة للكبسة ان احنا نجيب البهارات بتاعتها من العطار، اللي هي بهارات كبسة، او موجودة دلوقتي بقى اللي هي بيكون فيها ملح بتاعها، مش مجرد بهارات بس، لا هي اللي هي فيها الملح بتاعها ديت بتبقى بصراحة تحفة، بتدي الكبسة طعم خطير. المهم هنقطع بصلاية كبيرة او بصلتين وسط، وننزل على السمنة او الزيت بتوعنا في الحلة اللي هي نعمل فيها الكبسة، ونخلي البصلة ديت تبقى دبلانة بس، يعني ما تاخدش لون، تبقى بس اللي هو ايه، ما جابتش حتى هو ذهبي لسه، دبلانة بس. وبعدين نحط بقى عليها التوابل والبهارات بتاعة الكبسة. انا القوطة ديت، القطيتين او التلاتة دول كنت بشراهم بس على يعني اخف حاجة خالص في البشر، اللي هي انعم حاجة، وحطيت عليها فلفل اسود، وحطيت عليها شوية بهارات فراخ تقريبا، وحطيت عليها بهارات الكبسة، او غالبا يعني اللي هي بهارات كبسة وفلفل اسود والملح ما كترتش، لا ملح، او اللي هو يعني دقت الملح بتاعها لقيته تقريبا مظبوط، فلو ما حطيتش ملح كمان خالص. بس نسيبها مثلا ايه، هي على طول عشان الطماطم مش فيها مية، على طول بتتسبك بسرعة. وبكون جايبة الرز اللي هو بتاع الكبسة ويكون نضيف، وبنزل بيه في الحلة واقلبه تقليبة حلوة. ال مش الغريب، خلاص المتوقع يعني، ان الرز البسمتي يعني او الحقيقة الرز البسمتي بقى بحاجة و40 وحاجة و50 وحاجة و60 على حسب جودته، فالله المستعان. بس النص كيلو بصراحة رمى حبة حلوين. ماشي، بس انا كنت جايبة نوع نظيف يعني. بس يبقى احنا دلوقتي كنا حاطين البصل دبلان عليه قطيتين او 3 مبشورين، عليهم البهارات، بننزل بالرز مغسول، وعليهم مية مغلية. ماشي. إيه
أو عادي مَيّة من الحنفية ما فيش مشكلة، بس بصراحة أنا حبيت إن المَيّة تكون مغلية بحيث إن هو حسيت إن هي تكون أحسن يعني. وبعد ما استوى كان تحفة جدًا، جدًا، وعايزة أقول لكم إن طعمه كان يعني رائع، دي حاجة بسيطة، هو فوق الرائع، هو كان خطير، خطير، وشكله مفلفل وجميل، والفراخ الستريبس حلوة أوي، أوي، يعني عايزة أقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله إن الأكلة دي هي بسيطة خالص يعني ماشي، بس الواحد يعني بيكون مبتهج أساسًا من شكلها جدًا، ولمّا تعملوها وتاكلوها كانت حلوة أوي، أوي. طبعًا أنا البصل ما باعرفش أقطّعه صغنطط خالص، وكنت مقطّعاه كبير شوية، بس عادي ده كان في الرز كان طعمه جميل ومسكّر. تابعوني، أنا دينا الشناوي، باحب